بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من خلال زيارتي إلى ربعي الرشايدة بني عبس سلاي الغطفان في المملكة العربية السعودية، تشرفت أيضا بزيارتي إلى ربعنا الرشايدة القلادان في ديرته المسماة بالحليفة. وحنا اليوم في ضيافة عمنا الشيخ رشيد ابن معدي القلادي الرشيدي. حياك الله يا عم رشيد. الله يبارك فيك ويحييكم. الله يبارك فيك. عطنا القصيدة اللي بتسمعها. الله يسلمك ويبارك فيك. عطنا القصيدة يا عم رشيد. القصيد واجد، وكل القصيدة يقول المثل. نعم. هي تشرح عن نفسها. نعم. وكل قصيدة لها مناسبة. نعم. هذه عنوانها أبترك أهل التردد. نعم. يا الله يا ذو الجلال أنت السميع العليم، مدتك رحمة تمد الناس من مدها، أعوذ بك يا إلهي من بليس الرجيم، وبرضاك نفسي بلحظات الغضب هدها. برضاك وهداك يا الرب الجواد الكريم، تجعل لي لسان صدق بكلمها عدها، أبترك أهل التردد واستعين بعظيم، وابعد عن العالم اللي رايها ضدها. أبترك أهل التردد واستعين بعظيم، وابعد عن العالم اللي رايها ضدها، ما دام أنا مستقيم ومنهجي مستقيم، شاعر وعمر بيوت الشعر ما هدها شعري، وراثت حكيم من موارث حكيم، حكمة قضاه وشعر قدي وانا قدها، آل المعدي لهم مجد مخلد قديم، شعار وقضاه ورث منك اللي يعود لزيم اللزيم، تصحى من النوم واصحابك ما هو ودها، لا تدعي بالغشامة وانت ما انت بغشيمة، ود القضية المبري تذمم، ودها العلم نوره سطع والجهل سمي عقيم، وانا ما خبر الجمال تعظه بدها اليسار، جارك صلة قربة ودينه قويمة، هالثلاث الحقوق بحقها بدها، واللي حصل مشكلة بين ابن عم ورحيم يا ربنا عدها، واللي حصل مشكلة بين ابن عم ورحيم يا ربنا عدها، يا لادمي لا تحسب انك مخلد مقيم، صكات الايام لا بدك ولا بدها، قبل السفر توب لله العزيز العليم، وافضل صلاتك على روح الرسول ادها، وافضل صلاتك على روح الرسول ادها. صح الله لسانك يا عم الشيخ رشيد، وحنا تشرفنا في زيارتك اليوم. الله يطولنا في عمرك ويعطيك الصحة والعافية. الله يجزاك خير.